يا سلام على العيد وجماله. في الفيديو ده هنتكلم عن أحسن 10 أفلام ممكن تتفرجوا عليها في العيد، سواء عايزين تضحكوا تعيطوا تتخضوا أو حتى تفكروا شوية. عندنا تشكيلة أفلام هتعجب الكبير قبل الصغير. حضروا الفشار وافتحوا التكييف ويلا بينا نشوف القائمة اللي هتخلي العيد ده مش عادي خالص. يلا بينا. رقم 1، القطار إلى بوسان. هو فيلم كوري جنوبي من نوع رعب وإثارة، اتصدر سنة 2016. بتدور قصته حوالين انتشار فيروس غامض بيحول الناس إلى زومبي متوحشين. قصته باختصار شديد بيتكلم عن أب مشغول جدا، كل حياته شغله بس، وهو البطل، وعنده بنت صغيرة قلبها أطيب من العسل. البنت نفسها تشوف أمها اللي عايشة في مدينة بوسان، وتقرر تسافر لها في يوم عيد ميلادها. والأب علشان يكفر عن تأثيره بياخدها معاه في القطار السريع من سيول لبوسان. الرحلة شكلها عادية في الأول، لكن فجأة الدنيا بتقلب فيلم رعب حرفيا. واحدة مصابة بفيروس غريب بتركب القطار في آخر لحظة وبتتحول قدامهم لزومبي شرس، ومن هنا بتبدأ رحلة الرعب. العدوى بتنتشر بسرعة والركاب بيتحولوا واحد ورا التاني. القصة بقى مش بس بتتكلم عن الزومبي، لأ، القصة بتتكلم عن الناس وقت الأزمة. تلاقي اللي بيضحي بنفسه علشان غيره، وتلاقي اللي ماشي بمبدأ أنا ومن بعد الطوفان. والأب اللي كان أناني شوية بيتغير قدام عينينا ويبدأ يحس بالناس اللي حواليه، ويتحول من أب مشغول لأب بطل حقيقي. بعد كده هنخش فاتة فيلم الصامتون. هو فيلم درامي واقعي، مش رعب ولا أكشن، لكن مرعب بواقعيته. مؤلم جدا لأنه للأسف مبني على قصة حقيقية حصلت فعلا في كوريا. قصته بتبدأ بالبطل وهو أستاذ طيب القلب بيروح يشتغل في مدرسة داخلية للأطفال الصم والبكم. راجل بسيط بيشتغل وبيربي بنته الصغيرة لوحده بعد وفاة مراته. المدرسة شكلها من بره تحفة، منظمة ونظيفة، وبتخدم فئة مهمشة وهم الأطفال الصم. بس من أول يوم بيبدأ يحس إن في حاجة غلط. الأطفال خايفين زيادة عن اللزوم، بيبعدوا عن الكبار وبيتصرفوا بشكل مريب. وبعد شوية بيبدأ يكتشف الحقيقة الصدمة، إن في أطفال بيتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية من المدرسين والإدارة نفسها ولسنين طويلة. والأكثر قسوة إن الناس عارفة بس ساكتة. الفيلم بيقلب لقصة كفاح وعدالة. الأستاذ أو البطل بمساعدة ناشطة حقوقية شجاعة بيحاولوا يواجهوا المدرسة ويرفعوا قضية وينقذوا الأطفال. لكن زي ما بتتوقع الدنيا مش وردي. الفساد وصل للشرطة وللمحكمة وحتى لأهالي بعض الأطفال اللي خايفين من الفضيحة. كل ده والفيلم بيوري لك وجوه الأطفال، نظراتهم، صمتهم،